دورت عربيتك وجبت الفتيس على الار والعربيه ما بتتحركش ولا حتى النقله الثابته عايزه تيجي، ورحت مركز صيانه وقال لك غير فتيس كامل، استنى الفيديو ده ليك. ده شكل فتيس دي جي دراي من جوه، وهو بيكون عباره عن مجموعه تروس مسؤوله عن النقلات الاولى والثالثه والخامسه والسابعه، وتروس ثانيه مسؤوله عن النقلات الثانيه والرابعه والسادسه والريفرس اللي بتنقل الحركه من الفتيس للعجل عشان العربيه تتحرك. التروس دي بيحركها حاجه اسمها الفوركات. الفورك هو اللي بينقل حركه الترس جوه الفتيس. في موديلات من 2010 ل 2015 الفورك بيبقى على بلي، ومع الوقت والاستخدام البلي ده بيفرط، الفورك ده بيتكسر وما بيعرفش يحرك الترس بتاع السادس او الريفرس، وساعتها مش هتلاقي العربيه بترجع ومش بتجيب النقله الثابته ولا حتى بتتحرك اصلا. الحل مش تغيير فتيس كامل، احنا بنفك الفتيس وبنغير الفورك التالف باصل جديد وترجع الغيارات كلها تشتغل زي الساعه. في في دبليو جراج احنا بنفهم العطل وبنعالج السبب الحقيقي مش الاعراض. لو عربيتك دي جي دراي وعندك نفس المشكله ابعت لنا موديل عربيتك في الكومنت او اعمل منشن لحد حصل معاه نفس العطل.